يا صباح السعادة لو شايفيننا الصبح، ويا مساء السعادة والهنا والفرح لو شايفيننا بالليل. مشاهدة كريمة تحدتني وقالت لي هو في ممكن وجبة غدا ممكن وجبة غدا تبقى ب10 جنيه؟ بما انك بتقولي وصفات اقتصادية وميزانيات على قد الايد، انا بقى النهاردة اتحديتها وهقولك على وصفة ان شاء الله ان شاء الله مش هتكمل ال10 جنيه. والله زي ما بقولك كده. بس طبعا لو اول مرة تشوفيني انا هنا في قناة وصفات الغلاب، لو اول مرة تشوفيني لايك وشير، وتمني لي من قلبك الخير. كومنتك الحلو اللي هتقولي لي فيه بتتابعيني منين هيفرق معايا قوي. متنسوش يا بنات اللايك يا حلوين بيرفع معايا القناة وبيزود الريتش معايا. سامعاكي بقى يا اللي بتقولي غدوة ايه اللي هتبقى ب10 جنيه؟ هقولك بقى يعني انت وهي وصفة ايه او غدوة ايه اللي هتبقى ب10 جنيه. والوصفة دي ان شاء الله هتقدميها فطار وغدا وعشاء. والله زي ما بقولك كده هتنفع معاكي في الازمات وفي السندوتشات وفي حاجات كتير قوي. عايزين يا بنات نصلي كتير على الرسول بنية تفريج الكرب، إزاحة الغمة، بنية الرزق الواسع، الرزق الفاضل الكريم بصي الوصفة بتاعتنا بقى النهاردة. بصوا بقى يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. زي ما انتم شايفين أنا جبت كيلو بطاطس. الكيلو البطاطس دوت والله يا بنات لو قلت لكم البطاطس بقت أقل من 5 جنيه مش هتصدقوا. جبنا قولوا كيلو بطاطس ب5 جنيه. هنقول ان احنا جبنا والله يعني بصوا ما كملش النص كيلو طماطم. برضو شوفوا هيبقى معاكم بقد ايه. في طماطم في الشيخ حسنين الكيلو ب3 جنيه ونص. بصلة من عندك من التلاجة، قرنين من الفلفل، 3 4 فصوص من التوم من حواضر التلاجة، قرن شط. التكلفة ما كملتش معانا يا بنات ال10 جنيه. ما كملتش والله يا بنات زي ما بقول لكم كده كله من حواضر التلاجة من بيتك. طبعا احنا قلنا ان في ميزانيات وبنسيب الحاجات دي في البيت. قطعت البطاطس تقطيع صوابع، شيبسي، التقطيع الموجود عندك المتاح اللي تقدري ان انت تقطعيه كمان، يعني تقطيع بسيط خالص. بعد كده يا حبايب قلب قطعت الطماطم مكعبات، البصل والفلفل والثوم كمان قطعتهم زي ما انتم شايفين يا بنات مكعبات. شايفين مفيش اسهل والله ولا ابسط من كده. وصفة والله يا بنات لو جربتوا لو طبختوها هتلاقوا الكل بيسألكم اساسا انتوا بتعملوا ايه. عرفتوا بقى احنا بنعمل ايه؟ انا بعمل وصفة امي وستي البطاطس المردخة. اللي معرفش البطاطس المردخة يقولنا البطاطس دي اسمها ايه بعد ما تشوفوا معايا الفيديو وتجربوا الوصفة وتقيموها. المهم جبت بقى التوابل بتاعتي اللي موجودة عندك. انا استخدمت ملح بهر من اللي احنا كنا حاطينه، وربع معلقة من كل حاجة موجودة عندي في البطرمات. ربع معلقة من الفلفل الاسود، وربع معلقة من الكمون، وربع معلقة من الكزبرة الناعمة. طبعا الموجود عندكم يا بنات التوابل اللي تحبوا تضيفوها ضيفوها، بس والله هنا التوابل بتنكه الوصفة بتاعتنا تنكيها هايلة. البطاطس يا بنات بحطها كده وابدا اقلب فيها لحد ما تتغلف وتتشمع بالماده الدهنيه. بعد كده هنزل بالبصل والثوم وعليه الفلفل الالوان، قرن الشطه لو حبيتي بيدي ريحه هايله كمان. والله يا بنات بدات ان انا اقلب البطاطس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، تقليب كده من تحت لفوق ومن فوق لتحت لحد ما البطاطس تتشبر تتظبط كده معانا وريحه الثوم والبصل يظهروا. بعد كده يا حبيب قلبي بقى هعمل ايه؟ نزلت بكمية الطماطم، وهنا بقى المقطع او الفيديو ما بينش خالص معايا وانا بنزل الطماطم. الكمية يا بنات نسبة وتناسب. جربي كده في حباية بطاطس او حبايتين، بطاطساية على طماطماية على قرن فلفل شطة، وحط عليهم بصلة صغنطوطة كده وفصين من التوم. والله الوجبة دي يا بنات زي الفل هتعجبكم ان شاء الله. قلبت يا بنات البطاطس وغطيت عليها وهسيبها شوية. مجرد ما بتغطي عليها كده بتبدأ ان هي تستوى مع بعضها وبتبقى والله يا بنات زي الفل. هنا الريحة لو قلت لكم فحفحة بقى كده وبصوا جايبة لآخر الشارع مش هتصدقوا، مع انهم شوية بطاطس عاديين خالص وعليهم طماطمايه وقرن فلفل. شايفين بقى اللهم بارك البطاطس دخلت معانا في التسوية. هغطيها كمان وهدي بقى النار. عايزاكم يا بنات بقى تهدوا النار، مجرد ما تنزلوا بالطماطم تهدوا النار. اول كام دقيقة بتبقى النار عالية، ولما بننزل بالطماطم والخضار بنهدي النار لحد ما تستوى ما شاء الله اللهم بارك، وبتبقى زبدة بالشكل اللي حضراتكم شايفين. الوصفة سهلة جدا يا بنات وبسيطة وزي الفل.
يبقى كده بقى انا عملت معاكم البطاطس المردخة او البطاطس اللي ايه بعرقها بطماطم. لفيها بقى لاولادك في سندوتشات، قدميها في غدا، قدميها في عشاء، قدميها في اي وصفة انت تحبيها. والوصفة بقى دي يا بنات هتحتاج ايه جنبها؟ مش هتحتاج خالص معاها غير حاجات من قلب بيتك. طبق مخلل حلو كده وقمر بيتوتي من تلاجتك. هتحتاج إيه مثلا وليكن ايه حتة جبنة، هتحتاج لطبق سلطة، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ما تنسوش تحبوا بعض.